كلمة واحدة، زلة لسان، كادت تدمر أعظم أخوة عرفها التاريخ. هكذا بدأت قصة أعظم اعتذار. ماذا يحدث حين تخرج الكلمات كالسيف المسموم بين أقرب الأصدقاء؟ الجرح حينها لا ينجمل بسهولة أبداً. حتى أنت يا ابن السوداء؟ في لحظة غضب قذفوا أبو ذر هذه الكلمة القاتلة، فزلزلت قلب بلال. انتفض بلال مكسوراً وغاضباً، وأقسم بشدة أن يرفع هذا الألم القاسي مباشرة إلى رسول الله. تغيرت ملامح النبي غضباً، وضربت كلماته كالصاعقة. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. صدمة مرعبة. ندم ساحق مزق قلب أبي ذر. التمس الدعاء وهرب من المسجد مسرعاً، والدموع تحرق وجهه. مشهد يحبس الأنفاس. ألقى أبو ذر بنفسه ووضع خده على التراب في انكسار طوعي تام، ثم صرخ بانهيار: والله لا أرفع خدي حتى تطأه برجليك يا بلال. ذل سحق كبرياءه بالكامل، تحطيم مطلق للأنا. قالها بصدق: أنت الكريم وأنا المهان. اعتذار استثنائي لا يعرف أنصاف الحلول. اقترب بلال بخطوات ثقيلة غمرته الدموع والمشاعر. نظر للوجه المرمي بالتراب ورفض تماماً أن يدوسه. والله لا أطأ وجها سجد لله. انحنى بلال وقبل ذلك الخد المعفر بالتراب مسطراً أعظم عفو. وقف معاً، تعانقا وبكيا بشدة. دموع غسلت جرح الكلمات وأعادت بناء أخوة أصلب من الفولاذ. دعونا نقف هنا لحظة. كيف تحولنا من هذا التواضع العظيم إلى كبرياء متعنت يرفض مجرد الاعتذار؟ اليوم نجرح المقربين في أعماقهم مراراً وتكراراً، ومع ذلك نستكثر جداً أن نقول كلمة سامحني. لنتذكر دائماً الاعتذار ليس إهانة كما نتخيل، بل هو ثقافة راقية وأعلى درجات القوة والشجاعة. الحقيقة الصادمة: رحلتنا في الدنيا قصيرة جداً، فلماذا نحمل معنا أثقال الكبر وعناء الخصومات؟ فلنراجع أنفسنا. هل لم تلك اليوم شجاعة أبي ذر في الاعتذار لنستحق سماع أذان بلال في الجنة؟